لو ايدك سابقه لسانك على مراتك وولادك، ايوه، يبقى الفيديو ده ليه. العنف الاسري مش خناقه زوجيه زي ما الناس فاكره، خناقه دي كانت معجنه. دي جريمه بيعاقب عليها القانون. في القانون المصري وبالتحديد في المواد 240 و241 و242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937، اللي بيقول لك ان اي تعدي بالضرب على شخص يعاقب بالحبس والغرامه. يمي خاف يا عيل. طيب ولو الضرب ده سبب عاهه مستديمه او كان بعصايه او كان باي اداه، هنا ممكن توصل العقوبه للسجن المشدد. يا ابو سوسو. وفي المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، اللي بتعتبر الطفل في خطر لو تعرض لأي عنف بدني أو نفسي حتى ولو كان من الأب والأم. احنا صعايده، انتوا فاكرين حالكم من النرويج؟ لو بتتعرض لعنف أسري، أول حاجة هتعمل تقرير طبي من أقرب مستشفى حكومة، وتقدم بلاغ في اسم الشرطة، وتكتب الواقعة بالتفصيل في محضر رسمي. طيب ولو خايف أو محتاج دعم، أو خط نجدة الطفل رقم 16000، تقدر تتصل بخط نجدة المرأة رقم 15115، وهم هناك هيقولوا لك تعمل إيه بالظبط. أما بقى لو العنف بيحصل بشكل متكرر، ممكن تطلب أمر حماية من النيابة العامة. الخلاصة، ما تسكتوش على العنف، لأن السكوت عليه مش ستر، ده خطر وبيدمر نفسية ولادنا. الله عليك، احسنت يا ابني والله.